ازيكم عاملين ايه؟ اهلا وسهلا بيكم في فيديو النهارده. عايزين نبدأ الفيديو بتاعنا بحمد الله والصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ويا ريت ندعي لاخواننا في فلسطين، ربنا ينصرهم ويحميهم ويحفظهم ويهون عليهم اللي هم فيه ده يا رب، امين يا رب العالمين. النهارده بقى بعد ما رجعت من بيتنا ودي اول غدا نعمله سوا مع بعض. عندي هنا بصلايه مبشوره. هنعمل يا جماعه ان شاء الله اكلة سمك. بس فايه بقى ما حبيناش نعمل نفس الرز اللي بنعمله دايما مع السمك اللي هو رز الصيادية. فهنجرب النهاردة الرز ده مع بعض وهيطلع بجد، هو طلع يعني تحفة يا جماعة، طعمه حلو قوي. هنا عندي اول حاجة بصلاية، قطعيها ناعم او ابشريها براحتك، وهقلبها شوية لحد اما تاخد لون ذهبي كده. بس هو ده اللون اللي انا عايزاه للبصلة. هنا بقى يا جماعة هنزل بطماطمايه، طماطمايه واحدة، هنزل بيها كده على البصلة وهديها تقليبه. وعلى فكرة البصل كنت حطاله رشة ملح بس، ومش هخليها تدبل يعني، هديها كده بالظبط تقلبتين. وهنزل كمان بالجزر، هو المفروض تنزلي بجزراية مبشورة بس انا عندي متوفر حاليا المتقطع، فهنزل بيه واديله تقليبة كده مع البصل والطماطم. وبرضه هاخد تقليبتين حلوين كده مع بعض. ودلوقتي هنزل بالرز واقلب مكوناتي حلو مع بعض. لو حابين تضيفوا يا جماعة ورق لورا، حبهان، شغال، بس انا ما ضفتش اي حاجة، ما ضفتش اي حاجة غير ملح وفلفل اسود بس، ما ضفتش اي حاجة تاني. وبجد الرز طلع تحفة. هنا بعد ما قلبت الرز حلو قوي وضفت له الملح والفلفل الاسود، دلوقتي هضيف له مية مغلية وهغطيه، واول ما يشرب المية بتاعته هوطي عليه على الاخر واسيبه لحد ما يستوي. ده هنا يا جماعة لما استوى كان مفلفل وكان طعمه حكاية. وده السمك ماما حبيبتي ربنا يبارك لها كانت مدياهولي متنضف ومحشي، حشيه ماما تومة، التومة بتحط لها كزبرة وكمون وفلفل اسود وطبعا ملح يعني، وحبة شطة بس، ما بتضيفش ليه اي حاجة تانية. بس ده محشي كده وجاهز. انا بقى ماما هي منضفاه وحطله ليمون، بس انا بحب احطله ليمون زيادة، فضفت له كمان عصير ليمونة. انا بحب قوي السمك الصغير، ما بحبش قوي السمك الكبير. الصغير كده بيبقى طعمه مسكر يا جماعة وحلو كده. اوقات برشله شطة وكزبرة وكمون في المرحلة دي، بس المرة دي يعني ما عملتش. في كل الحالات بيطلع حلو. هنا عندي الدقيق حطيت له رشة ملح ورشة فلفل اسود وهقلبهم كده مع بعض، واعفر بعدين السمكة بتاعتي تعفيرة حلوة في الدقيق من الناحيتين. وقبل ما انزلها في الزيت بنزل منها اي دقيق زيادة. وده شكلها يا جماعة لما قلبتها الناحية التانية. وده كان شكل الوجبة بتاعتي، ادي الرز والسمك كان تحفة، وعملت جنبه سلطة طحينة وسلطة خضراء. وبكده يا جماعة نكون وصلنا لنهاية الفيديو. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة، وهستنى تعليقاتكم تحت الفيديو، ونتقابل ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامة.